انت بتاخد 150,000 يورو في يعني 8000 في الشهر يا سويس. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. انا هديك مثلا، انا ساعتي اقسم بالله واقف عليها ب 11 يورو، يعني دي وكمان جنبها 1 يورو. ودلوقتي الساعه ديت يعني بال 11 يورو ده بروح اجيب علبتين سجاير. يعني انا لو حسبتها بالمصري زي ما انت بتقول، مش هلم نحاس وقلب الشغل واروح ابيعه. فاهم ازاي؟ لو حسبتها بالمصري هتلاقيني بجيب سجاير انا وبهنا في اليوم، يعني بمعدل 10 يورو، بنعدل 500 جنيه سجاير بس. حط عندك بقى العيال الصغيره وهي خارجه، قول كمان بيحودوا على البتاع بياخدوا لهم بتاع ب 6 جنيه، ادي كمان يا عم حط لك 300 جنيه، ادي لك صرفت كام؟ منهم 800 جنيه. حط فطار وغدا وهتاخد اكل معاك الشغل ولا بتاع، ضربت لك 20 30 جنيه. ادي ادي كام؟ ده 1000 ونص. حط فواتير غاز وفواتير ميه بتجي لك اخر الشهر. حط ايجارك 400 500 يورو. ما انت لو حسبت الايجار، انا ما بدفعش ايجار عشان اخد شقه من الحكومه، بس لو حسبت الايجار للمغترب هتلاقيه بيدفع كل شهر 600 يورو. 600 يورو يعني بيدفع له 30,000 جنيه ايجار في الشهر. فاهم ازاي؟ فهنا الجنيه جنيه بلده يا صاحبي. هنا زي ما المغترب بياخد مثلا 80 يورو في اليوم، لما بيجي يروح يجيب حاجه بيدفع باليورو، ما بيروحش يفكها مصري ويجي يدفعها بالمصري. يعني هنا انت لو متجوز ومعاك عيالين اتنين بتمشي على قدك. فاهمان؟ اقسم بالله بتمشي